لما تسمع الاذان سيب كل اللي في ايدك وركز معاه، عشان انا النهارده جايب لك 3 اسرار في الاذان. انا بقول لك اهو لما تعرفهم هتسمع الاذان بطريقه تانية خالص وحياتك هتتغير 180 درجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. يلا بينا على طول نخش في السر الاول. الاذان سبب دخولك الجنه. والله العظيم انت سمعتني صح. ازاي بقى؟ لما تسمع الاذان تردد معاه زي ما المؤذن بيقول تقول. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني اللي بيرد الأذان زي ما المؤذن يقول بيقول، إلا في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان الترديد ده من قلبه دخل الجنة بإذن الله، والحديث صحيح. طب يا أمير والسر الثاني، الأذان سبب مغفرة ذنبك بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن، يعني بعد ما الأذان خلص، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يبقى نقول الذكر ده بعد ما الأذان يخلص، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا بإذن الله. طب والسر الثالث ده بقى الهدية الكبيرة، الأذان هيبقى سبب لحصولك على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لك فتدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى نقول الذكر ده كمان بعد الأذان، ناخد شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 3 حاجات ما اظنش حد فينا يستغنى عنهم: مغفرة للذنوب وسبب لدخول الجنة ولشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وخليني اقول لك ان الأذان ده هو الحاجة اللي انت لو تدبرتها خشوعك في الصلاة هيفرق. المؤذن وهو بيقول لك الله أكبر الله أكبر من كل حاجة في إيدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يا عبد لله يا مسلم قوم صلي، حي على الصلاة حي على الفلاح، ومفيش فلاح ولا نجاح إلا بصلاة، والنجاح هنا نجاح الآخرة والدنيا بإذن الله. الله أكبر الله أكبر، ما تنساش أكبر من اللي شغلك، لا إله إلا الله، قوم واعبده. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام، شير في الخير الدال على خيرك فعله. اما لو حابب تدعمني على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 عليك كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.